يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح شارككم طريقة تحضير الفاهيتا. عندي 1200 جرام من صدر الدجاج المقطع شرائح رفيعة، ضفت عليهم ملعقة صغيرة من الزعتر الناشف، بصل بودرة، بابريكا وكمون، ونص ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة، وفلفل أسود وثوم بودرة وزنجبيل بودرة، ملعقة كبيرة من الملح، عصير نص ليمونة حامضة، ملعقتين كبار من الصويا صوص، و3 ملاعق كبار من زيت الزيتون، و3 ملاعق كبار من الخل الأبيض. قلبهم مع بعض لحتى تتغلف كل شرائح الدجاج بالبهارات وبالتتبيلة اللي حضرناها، وبغلفهم بنايلون وبحطهم بالبراد ساعة، ساعتين، 3 ساعات قد ما بتقدروا. فيكم تنقعون من الليل للصبح. وتاني نهار حطيت بطنجرة ملعقتين كبار من زيت الزيتون، وبلشت قلي الدجاج على دفعات. وأكيد ما تحطوا الدجاج دفعة واحدة بالطنجرة، أنا حطيتهم على قسمين. طبعا بنضلنا عم نقلبهم على نار متوسطة لحتى يستوي الدجاج على الآخر وياخد لون أشقر حلو. وبس يستوي الدجاج بشيله على جنب، وبنفس الطنجرة حطيت ملعقتين كبار من زيت الزيتون، حطيت عليهم بصل كبيرة مفرومة شرائح رفيعة، حركتها شوي لحتى بلشت تدبل، وضفت عليها الفليفلة، حطيت 3 حبات من الفليفلة. فيكن تستخدموا الفليفلة الملونة بيطلع شكلها أجمل بالتقديم، وإذا ما توفرت عندكم الفليفلة الخضراء بتكفي. قلبهم مع بعضهم شوي لحتى تبلش تدبل الفليفلة، وبضيف عليهم نص ملعقة صغيرة من الملح. وطبعا الملح بنرجع منعدله بالآخر بس نضيف للدجاج، لأنه الدجاج فيه ملح وفيه كل البهارات يلي حطيناها. وبضيف عليهم علبة من الفطر وعلبة من الذرة، بحركهم مع بعضهم شوي وبخفف النار وبتركهم على نار هادية مدة 5 دقايق، وببلش بضيف عليهم الدجاج تدريجيا، وبحركهم مع بعضهم شوي لحتى تاخد النكهات من بعضها، وبتركهم على نار هادية مدة 10 دقايق. وبرجع بضيف عليهم جبنة الموتزاريلا، طبعا كمية الموتزاريلا حسب الرغبة. وهيك بتكون صارت طبختنا جاهزة. طعمها كتير طيب، أطيب بكتير من اللي بناكلها بالمطاعم. طبعا فينا نقدمها مثل ما هي مع صوص الأفوكا، وفينا نعملها بالخبزة. أنا شاركتكم طريقة تحضير صوص الأفوكا بفيديو السابق، رح أترك لكم الرابط تبعه بصندوق الوصف أو أسفل الفيديو. ألف صحة وهنا، إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، بشوفكم فيديو جديد قريبا.